السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أساطير كرة القدم من جميع أنحاء العالم. اليوم نعيش حلقة مختلفة في أقوى البطولات في تاريخ كرة القدم، البطولة اللي يطمح لها كل منتخب عربي إنه يحقق أعلى المراكز في هذه البطولة. أول مرة نشوف هذا الحضور الكبير للمنتخبات العربية يا إخوان، 8 منتخبات عربية في هذه البطولة اللي هي أهم بطولة في العالم. هذه البطولة تحمل آمال الملايين من المحيط إلى الخليج العربي. المنتخبات المشاركة في نسخة كأس العالم 2026 هم العراق، قطر، والأردن، والسعودية، ومصر، وتونس، والجزائر، والمنتخب المغربي. هذه هي الثمان منتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. إلى هذه اللحظة كل المنتخبات العربية لعبوا من مباراة واحدة، عادة قطر لعبت مباراتين، خسرت في مباراة وتعادلت في مباراة. الأربع المنتخبات اللي خسروا من أول مباراة هم الجزائر والأردن والعراق وتونس. كذا يا أخوان باقي لنا 3 منتخبات عربية اللي هي المغرب والسعودية ومصر. المنتخبات الثلاث تعادلت في أول مواجهة في كأس العالم. السعودية تعادلت مع الأورجواي، ومصر تعادلت مع بلجيكا. نجي يا اخوان للمنتخب القطري. المنتخب القطري بعد خسارته الأخيرة بنتيجة تاريخية إلا إنه عنده آمال إنه يتأهل لدور 32. في هذه النسخة يتأهلون أفضل 8 ثوالث من كل مجموعة. في حال قطر فازت على البوسنة ممكن إنه قطر تتأهل إلى دور 32 كأفضل ثالث. كذا ما زالت قطر يا اخوان في المنافسة. نجي يا اخوان منتخب العراق. منتخب العراق من سوء حظه يملك أقوى مجموعة في هذه النسخة. منتخب العراق يملك خسارة واحدة من أمام المتصدر النرويج، باقي له مباراة مع فرنسا ومع السنغال. فنسبة حظوظ العراق انه يتأهل الى دور 32 حتى صعبة جدا، بسبب انه يملك اقوى مجموعة في هذه النسخة. رغم ان العراق خسر من امام النرويج اللي انه يملك فرصة انه يتأهل الى دور 32 في حال فاز على فرنسا وتعادل مع السنغال، او فاز على السنغال وتعادل مع فرنسا. 3 نقاط يا اخوان في هذه المجموعة ممكن انها تأهلك كأفضل ثالث. ما زال العراق يملك امل. نجي يا اخوان لمنتخب الجزائر ومنتخب الأردن. في أحد من هؤلاء الاثنين راح يتأهل كأفضل ثالث. الجميع يطمع في بعض، الجميع يتمنى الفوز على الآخر ليتأهل لدور 32، ولكن هذا يعتمد على المجموعات الأخرى. اللي يحتاجه الجزائر واللي يحتاجه الأردن حتى يتأهل لدور 32 4 نقاط أو 3 نقاط. أنا أشوف إنه الجزائر هي الأقرب، بسبب إنها راح تلعب مع الأردن وراح تلعب مع النمسا. إما الأردن راح تلعب مع الجزائر وراح تلعب مع البطل الأرجنتين. نجي يا إخوان المنتخب السعودي. المنتخب السعودي أيضا يملك مجموعة من أقوى المجموعات في هذه النسخة اللي هي الأورجواي وأسبانيا والرأس الأخضر. حال لا قدر الله السعودية خسرت من أسبانيا وفازت على الرأس الأخضر، بنسبة كبيرة السعودية تتأهل للمركز 32 كأفضل ثالث. فهذه المجموعة إلى الآن ما تحدد مين هو المركز الأول ولا المركز الثاني، هذه المجموعة ما زالت غامضة. منتخب مصر يا اخوان ممكن انه يحقق المركز الاول او المركز الثاني. منتخب مصر باقي له مباراه مع نيوزيلندا ومع ايران. وبهذه النسخه المنتخب مصر قادره تحقق المركز الاول في هذه المجموعه. مجموعه مصر جميعها انتهت بالتعادل. نيجي لمنتخب المغرب. منتخب المغرب خطف نقطه من امام البرازيل. اسكتلندا تتصدر هذه المجموعه بعد انتصارها على منتخب هايتي. حظوظ المنتخب المغربي في التاهل للبطوله كبيره جدا، حكم انه افضل منتخب عربي ويملك افضل العناصر. اعتقد في هذه النسخه منتخب المغرب سيكون نفس نسخه 2022 وسيتأهل إلى دور الأربعة. توقعاتي للمنتخبات اللي راح تتأهل للأدوار الأخرى: السعودية ومصر والجزائر والمغرب. هذه المنتخبات يا إخوان أتوقع أنها توصل للأدوار الأخرى. أما منتخب تونس والعراق والأردن وقطر، أعتقد يا إخوان أن هذه المنتخبات ستغادر من المجموعات. أتمنى أن جميع المنتخبات العربية تتأهل إلى الأدوار الأخرى، ولكن على الورق 4 منتخبات عربية ستغادر من المجموعات، هي الأردن وتونس والعراق وقطر. وصلنا يا إخوان لنهاية الحلقة. لا تنسونا اللايك والاشتراك، واعطونا توقعاتكم مين المنتخبات العربية اللي راح تتأهل إلى الأدوار الأخرى.